هنا القاهرة. حذر فزر طبخين ايه؟ تحب اعمل لك عدس بالليه؟ طب كبش، طب بنباع، يبقى لحمة راس. في مشنكح؟ لا عايزين كباب وخضار سوتيه. كل أكلة وليها أصل وحكاية. لو كنت أكلة كنت هبقى بط بالفريك، عشان البط بالفريك ما بيحب الشريك. هات لنا انت بس ذكر بط نحطه في نص الصف. والكل أكلة كمان تركاية. يبقى حطي بالطين على الوش مش بيضة واحدة. والأصل مصري عنده السر في الخلطة. مستعد أعمل لك طبق فول مدمس أطعم وألذ من ديك رومي. أصل الأكلة مع خبيرة التغذية الدكتورة منال عز الدين. دي وجبة متكاملة فيها كل العناصر الغذائية. والشيف مريم زرن. ما تنساش الصلاة طاق. أمان. طبقنا النهاردة صنف فلاحي أصيل، طعمه خطير، إبداع مصري 100%، بيتعمل حلو وحادق، رمز من رموز الكرم. أكلتنا النهاردة طاجن الرز المعمر أبو وش محمر، وتسمى معمر لأنه عمران بالخير، القشطة واللبن واللحمة أو الحمام أو الكبد والقوانص. يا سلام يا خوي لو جنبه طاجن بامية ولا ملوخية تبقى أكلة ملوكي. خلينا نروح لمريم بسرعة ونشوف هتعمل لنا ايه النهارده في الرز المعمر. ازيك يا مريم؟ ازيك عامله ايه؟ في نوع معين من الطواجن نشتريها يا مريم عشان يبقى صحي للاكل ويبقى طعم الاكل احلى؟ ايه اللي نراعيه واحنا بنشتري الطاجن؟ واحنا بنشتريه نكون مأكدين على الراجل اللي بيبيعه ان احنا مش عايزين استخدام مره واحده بس، ده بيكون معمول بطريقه اللي هي مره واحده خلاص وان يوز وتترمي. تمام. قولي لنا بقى طريقه صحيه للرز المعمر. احنا اول حاجه هنجيب الطاجن او الفخار وهندهنه حبة سمنة صغيرين خالص، وهنحط عليه كوبايتين رز. كوبايتين الرز عليهم 3 كوبايات، 2 لبن و1 شوربة. ليه بنضيف الشوربة؟ علشان الشوربة دي بتخليه بيبقى مفلفل معانا، ما بيبقاش معجن وما ياخدش تعجينة اللبن. طب الشوربة تكون بتغلي؟ هو احنا هنغلي كله على النار. تمام. وهنحط عليه الملح والفلفل واي بهارات احنا عايزينها حسب الرغبة يعني. بس كده بنحطها عليها بعد ما تغلي على الرز، وعلى الوش خالص قبل ما نحط الفرن ممكن معلقه صغيره قشطه، اللي هو نحطها زي يعني حبه 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 عشان بس تاخد اللون المحمر بتاع الرز المعمر. رز معمر رز معمر حبيبي ياكله ويتمخضر. ونصيحتي برضو للسادة المستمعين واحنا بنستخدم المواد الدهنية، السمنة او الزبدة يا ريت تكون بلدي، تكون فلاحي، بلاش الدهون المهدرجة، لان الدهون المهدرجة ليها تأثير ضار جدا على صحة الانسان، بترفع نسبة الكوليسترول الضار، بتسبب امراض القلب والاوعية الدموية. كمان الدهون المهدرجة ليها تأثيرات صحية ضارة على جميع افراد الاسرة وعلى اطفالنا. ونخلي بالنا واحنا بنشتري منتجات لاطفالنا زي الكيك والبسكوت من السوبر ماركت، نقرا الليبل او الملصق الغذائي اللي عليها، لان الملصق الغذائي لو عليه دهون مهدرجة يا ريت نستبعدها. الدهون المهدرجة شائعة في الاسواق باسم السمنة النباتي، يا ريت نستخدم السمنة الطبيعية البلدي حتى لو بكميات قليلة. مريم عملت لنا النهاردة الرز المعمر بطعم شهي. رز معمر رز معمر ناكل وما نكترش وبصحتنا ما نفرطش. مش مهم تاكل غالي او رخيص، المهم انك تتمتع بالاكل. أصل الأكلة ده طب نظيرة. كلمة إخراج رانيا مجدي. كان نفسي أعزم أصحابي مش ياكلوا ويتفرجوا بس.